قتلوها وتخلصوا من جثتها بأبشع الطرق الممكنة، لكن اللي حصل ليها ده كان على يد أهلها، المفروض هم أقرب الناس ليه. كانت بتضحك الملايين من الناس، لكن حياتها كانت عبارة عن كابوس كبير جدا. والحكاية بدأت من أول ما قررت تتحول من طارق لحنان. حنان الطويل أو الست كوريا، اسمها الحقيقي هو طارق، من مواليد 12 فبراير عام 1966 من محافظة الفيوم. كانت من أسرة بسيطة. من صغرها كانت بتحس بحاجات غريبة، عمرها ما شافت نفسها راجل ولا حست الإحساس ده، لكن هي شايفة إنها هي واحدة ست. وكبر الإحساس ده معاها لما وصلت سن البلوغ. كانت حاسة إنها مش قادرة تعيش حياتها كده، وإنها جسم مش جسمها، لكن ما كانش عارفة تجيبها إزاي لأهلها. لحد ما كبرت واشتغلت واعتمدت على نفسها، وأخدت قرار وقالت إن هي مش هتقعد يوم واحد تاني وهي راجل، لازم تصارح أهلها واللي يحصل يحصل. ولما راحت تقول لهم اتريقوا عليها وهددوها بالقتل. رمت كل حاجة ورا ظهرها وقالت لهم إن هي مسافرة بره علشان عندها شغل مهم، والحقيقة إن هي كانت مسافرة علشان تعمل العملية. وفعلا بعد ما سافرت عملت العملية ونجحت بنسبة 100%، وتحولت من طارق لحنان. ورد فعل أهلها كان صادم بعد ما بعتت ليهم رسالة إن هي عملت العملية، وطلعت بعدها على القاهرة علشان تبدأ حياة جديدة. صحيح في البداية ما سلمتش من تريقة الناس لما راحت تعمل الأوراق الحكومية، أخدت وقت طويل في الحالات دي خصوصا علشان يتم تغييرها، لحد ما جالها الفرصة على طبق من ذهب إن هي تمثل. كانت فاكرة إن الدنيا ضحكت لها، إن هي هتبدأ حياة جديدة. كانت طالعة بدور صغير قوي لكن علق مع الناس. صحيح إن مسيرتها الفنية كانت قصيرة، كانوا 4 أعمال بس، لكن أدوارها علقت مع الناس والصحافة بدأت تدور وراها من الفنانة الجديدة دي. وطبعا عرفوا حكايتها والموضوع وصل لأهلها ببلد، وأهلها قرروا يتخلصوا منها علشان يغسلوا عارهم بإيدهم، وعملوا بلاغات في الاسم. لما يئسوا محدش عارف يعمل لها حاجة، أهلها خدوها ورموها في مستشفى المجانين بحجة إنها مضطربة نفسيا. حياتها الصحية اتدهورت وكانت بتموت بالبطيء. كان عندها دايما أمل إن هي تخرج من المكان ده وترجع تشوف حياتها، لكن دخلت ما خرجتش. الناس كانت فاكرة إنها هي ماتت بأزمة قلبية، لكن الحقيقة إنها وفاتها مشتبه فيه، وده السبب إنها كانت بتتعرض لجلسات كهرباء كتير وفولت عالي، رغم إن كل التقارير أثبتت إن هي سليمة، بس كان توصية من أهلها. ولما الكلام كتر حواليهم ردوا وقالوا تلاقيها انتحرت، ما هي مجنونة. ما اتفتحش أي تحقيق عن وفاتها، وبعد وفاتها أهلها ما رضيوش ياخدوا جثتها بعد ما ماتت، وقالوا ارموها في أي داهية. ضحكت ملايين كتير، لكن في النهاية ماتت وحيدة بأبشع الطرق. ادعوا لها بالرحمة.